السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. لو تشاهدي قناتي لأول مرة لا تنسيني باللايك والشير والكومنتات الحلوة، وتشرفوني وحتنوروني في قناتي. وأهلا وسهلا بالجميع، يا رب تكونوا جميعا بخير وصحة وسلامة. هذا تاني فيديو، هذا ضيافة. طبعا نزلت فيديو قبل تحضيرات، طبعا رجوع أهلي من العمرة. الله يطعمكم جميعا ويرزقكم جميعا زيارة بيت الله الحرام. هذه الضيافة اللي احنا قدمناها لضيوفنا، حبيت أشاركها معاكم وإن شاء الله تنال إعجابكم، ممكن تاخذوا منها تستفيدوا منها فكرة أو أي شيء. طبعا هذين الحلويات بصراحة أنا صورت على قدر الإمكان، بس اليوم كان والله مزدحم، وبصراحة ما لحقتش إني أصور لكم جميع التفاصيل. بس إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم الفيديو. بس بصراحة أنا قد ما قدرت صورت. طبعا هذا رز بالشاورما، شاورمة اللحم. طبعا هنضيفوا عليه المكسرات. هالطبق طبعا كله المالح. تمام، رز بالشاورما وسلطة يونانية حننزلها على القناة. هذه المكسرات اللي حنرشهن على طبعا صحن. الرز بالشاورما، شاورمة اللحم طبعا مقطعة شرائح رقيقة، وإن شاء الله حننزلها على القناة. هذا الرز بصراحة آه بصراحة كان حلو جدا وطعمه حلو. صحة وهنا على كل من كلام منا. صراحة يوم حلو حلو حلو. أنا كنت طبعا حاضرين كل شيء من الصبح. أنا مسخن، بس هذا تسخين. وقت التقديم طبعا ما خلطناش مكسرات معاه، لأن المكسرات غلط إنك انت يعني في أثناء التقديم بس تحطين على الصحن في أثناء التقديم. هذه طبعا الكبة والبطاطا المبطنة، الاستربس، الدجاج حنزله حتى هو على القناة الطريقة. بس الفيديو هذا فيديو حبيت أشارك معكم يعني تقديمات. أنا طبعا خذوا سكرين للصوصات هذينا، صوصات طعمهن والله رهيب. عملت ميكس معاهن هن اثنين طبعا، وضفت عليهن حليب سائل. بس حاولي إنك أنت تضيفي وتشوفي يعني حاولي إنه يكون القوام ما يكونش سائل وما يكونش قوامه ثقيل، يكون وسط. هنزل لكم بالتفصيل إن شاء الله. بس أنا الفيديو هذا حبيت ناخذ لكم مقتطفات لضيافة رجوع طبعا أهلي من العمرة. الله يرزقكم جميعا. وأنا حركته يعني. وأنا طبعا قدمته في الأكواب البلاستيك هذينا. طبعا حنزل لكم الستريبس، حنضيف عليه الصوص هذا قطعة الستريبس معها برينجز. حنزينها بقطعة ليمون كيف ما انتو تحبوا. تمام، حتشوفوا تشاهدوا صحن الموالح وصحن طبعا الضيافة المالحة. طبعا أنا ما لحقتش إني أصور. أنا شفتوا بصراحة أنا هنزل لكم صور هذا الصحن. السلطة اليونانية هنزلها لكم على القناة، جميلة جميلة جدا جدا، وخصوصا في رمضان هتستفيدوا منها وهتحبوها. خفيفة يعني شخص صائم هياكلها على الفطور، خفيفة جدا. أنا طبعا الجزوزة شو بس. أنا العصير، عصير فراولة طبعا، وعصير مانجا. وهنا طبعا تجهيزات اللي أنا نزلتها معكم سابقة في فيديو سابق. وهنا طبعا الشوكولا حطيت عليه يعني ستيكر عمرة مقبولة. ودينا شكل صحن الحلويات، إن شاء الله فيني تحبوه. وهنا حبيت أنزلكم فندق موفنبيك طبعا، بحكم أهلي طبعا أهلي زاروه وحبوه جدا، وقريب من الحرم في مكة. قريب يعني ينزلوا على رجليهم يدخلوا للحرم. لو حابين إنكم طبعا 5 نجوم، فندق مريح جدا بحسب طبعا شهادة أهلي فيه يعني بصراحة حبوه، فندق حلو جدا. وإن شاء الله يعني يعودوها مرارا وتكرارا إن شاء الله، وربي ما يحرمناش منها جميعا. ربي يرزقني زيارتها ويرزقكم زيارتها. وحبيت إن أترككم مع جمال المدينة ومكة، وإن شاء الله تحبوه. بس حبيت إن أنصحكم لو حابين تنزلوا في فندق موفنبيك فيه وجبة إفطار. طبعا فندق 5 نجوم، فندق جميل جميل جميل. يعني بصراحة مصورين لي من الداخل والغرف. يعني بصراحة أهلي حبوه يعني وتريحوا فيه نفسيا، راحة نفسية. ونترككم طبعا مع جمال المكان. ولو حبيتوا الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك والكومنتات الحلوة. نلتقي بكم في فيديو قادم. مع السلامة.
Não,